سلام حبايبي، فيديو جديد ويوم جديد مع سافر مع سامح. النهاردة الحلقة رقم 35 من سلسلة ما تيجي معايا أمريكا. أتمنى انتوا تتفرجوا تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. والنهاردة هكلمكم عن هل ممكن تعيش في فلوريدا أو ممكن تهاجر وتيجي فلوريدا من بلدك طالما بنسمع إن فيها أعاصير. هل فلوريدا ولاية كويسة في العيشة؟ هل بلاش نروحها خالص عشان بنسمع عن الأعاصير؟ ده كله هجاوب عنه في فيديو النهاردة. وأنا عايش في فلوريدا من يوم ما جيت أمريكا من سنين طويلة، فأنا هديكوا كل خبرتي. وليه أنا عايش في فلوريدا رغم الأعاصير واللي بتسمعوا عنه كله. طبعا اللي بيتفرج عليا جديد هقول له نظام الحلقة بتاعتي. أنا ببدأ الأول بأسئلة جايالي من المشاهدين، وبعدها بخش في موضوع الحلقة. فأول حاجة هتكلم عنها النهاردة التقديم على الهجرة العشوائية. وقدامكم على الشاشة هيبان حالا تعليق جايلي من أحد المشاهدين. كنت أنا في الفيديو اللي فات اللي هو رقم 34 اللي بشرح لكم فيه خطوة بخطوة ازاي تملى الاستمارة بتاعت التقديم. بقول لكم اوعوا تقدموا، في ناس بياخدوا منكم فلوس اونلاين وناس عايشه في امريكا يقول لك هقدمه لك انا من هنا، انت بس ابعت لي $40 $50 $10 $20. انا مستغرب من الاسعار دي. بقول لكم تاني نصيحه، روح اتفرجوا على الفيديو رقم 34، خش على الموقع قدم لوحدك. حد من المشاهدين الجمال قال لي انا بستغرب من الناس اللي الكساله اللي بتقول ابعتوا لي فانا اروح ابعت لهم. انا بقى كسلان كده. لو انا جاي امريكا وعندي تحدي لازم ابدا التحدي من بلدي، اقرا وادور واعمل سيرش بنفسي واخش، وده مجرد ابلكيشن بسيط بملاه. امال لما انا هحتاج حد يساعدني في الابلكيشن البسيط دوت، امال انا لما اسافر امريكا هعمل ايه لوحدي؟ فبرافو عليه انه عنده نوع من التحدي وبيسال وبيدور وبيسيرش وقرر يبعت لوحده وما يديش لحد فلوس لمجرد ان هو كسلان او لمجرد انه خايف او مجرد انه مش عارف. هنا امريكا مش بتاعت الكسالة ومش بتاعت الناس اللي بيستسهلوا ويدوروا على اي حد تاني يساعده. النقطة التانية اللي هتكلم فيها سؤال جالي هتشوفوه دلوقتي على الشاشة. واحد بيقول لي أنا جاي أمريكا بفيزا الدراسة، هل أنا بعد وأنا بدرس هشتغل جنب الدراسة؟ بيقول لي بالظبط كده إن بعد الشغل والمصاريف والفواتير والحاجات دي كلها، ولو هركب عربية والبنزين بتاعها والتأمين بتاعها والحاجات دي كلها، هيتبقى له كام بعد ده كله من اللي بيشتغل بيه؟ طبعا أنا معرفش مين اللي بيصرف عليه في فيزا الدراسة، هل جاي منحة على حساب الدولة ولا جاي على حسابه هو الشخصي؟ طيب انا ااكد لك لو انت جاي على حسابك الشخصي وبتدفع من جيبك، انت مهما اشتغلت بارت تايم عشان بتدرس في الكليه مش هتقدر حتى تجيب او تعوض مصاريف الكليه. ان انت ما تنساش انت مأجر سواء في الكامبس بتاع الكليه اللي انت بتدرس فيها او مأجر بره الاوضه ب$1000 على الاقل، ولو سرير ب500 جوه اوضه. والسراير دي بتتأجر في نيويورك، لكن في فلوريدا عندي الإيجار بيبقى بالأوضة. يعني أنا ما بسمعش كتير إن في حد عاوز يأجر سرير مع حد في أوضة. فالأوضة لو في فلوريدا عندي أنا ب$1000، ودي مصاريف. العربية بتركبها ليها تأمين، والتأمين ده بمصاريف. وهتحط فيها بنزين، كل مرة هتحط بنزين دي بمصاريف. غير أكلك وشربك. فغير لو احتجت تروح للدكتور بعد الشر عنك، او لو ما احتجتوش خالص يبقى كويس طبعا. بس ولبسك، انا نسيت اقول بند اللبس. فقصدي اقول ان انت هل بعد هتشتغل بكام عشان تقدر تسدد مصاريفك وكمان عاوز تحوش بعد المصاريف دي كلها. لكن لو انت جاي والدولة مدياك بعثة وان هي دافعه لك رسوم الدراسة وهي دافعه لك رسوم الإقامة وانت تقدر تشتغل اون ذا سايد، دي ديفرنت ستوري. اه طبعا هتقدر تحوش انك معلكش ايجار $1000 في الشهر. فيا سيدي لو انت اشتغلت ب$2000 في الشهر، وده هنا اقل حاجه ممكن تعملها، فانت هتحطهم كلهم في جيبك، لان الدوله صارفه عليك الاكل والشرب والسكن والدراسه. فانت لو انت اشتريت عربيه فقعدت بيها السنتين او السنه او الثلاثه او الاربعه بتوع الدراسه، انت ممكن تعرف تحوش فلوس. لكن لو انت هتدفع كله اوت في باكت بره من جيبك يعني، لا ما اعتقدش هتقدر تحوش اي حاجه على نمط الحياه بتاع امريكا هنا لو كله من جيبك انت. الحاجه الثالثه، تعليق جالي من احدى مشاهدات الفضليات بتقول لي انت بتدينا طاقه ايجابيه. وطبعا احنا عايشين في الدنيا عشان
الناس للناس، نحاول نديكم طاقه ايجابيه ونفتح قدامكم السكه. بستغرب قوي على فيديوهات ناس جايين امريكا من سنين طويله يقول لك امريكا ما بقتش زي زمان، امريكا إيه اللي يجيبكم امريكا، في بلاد تانية. يا جماعه خليهم يجوا يجربوا. انت اخدت حظك، خليه ياخد حظه. وبعدين يا سيدي لو جه ما لقاش امريكا هي البلد اللي هو المناسبه ليه، بعد ما هاجر هو يقدر يرجع بلده برضه او يدور على بلد تانية. سيبه يهاجر، ادوا الناس طاقه امل. يو كان دو ات، انت تقدر تعمل اي حاجه تحب تعملها. حط قدامك الديترمينيشن، الاصرار والعزيمه، وطبعا ربنا في الاول، وممكن توصل لكل اللي بتحلم بيه. فالطاقه الايجابيه دي انا شايف دوري في الحياه ان احاول اديكم طاقه ايجابيه من خلال الفيديوهات بتاعتي هنا. الحاجه الرابعه اللي عايز اتكلم عليها فرصه التقديم على شغل في السفاره الامريكيه في مصر. انا دلوقتي هدير لكم صوره على الفيسبوك. انا مشير الصفحه عندي، فانا عضو يعني في صفحه السفاره الامريكيه بالقاهره. فلقيت الاعلان ده عن وظيفه بيقول لك وي ار هايرنج. لو انا منك، في الصوره دي هتلاقي الويب سايت، خش عليه شوف طلباتهم، يمكن تقدم، يمكن تتوظف، يمكن حظك يبقى حلو. هتقول لا دي في وسايط وفي خلاص اقعد في البيت ما تتحركش من بيتك وتقول ان في وسايط. لا، اسعى وحاول وجرب، ويمكن ربنا يوفقك في شغلانه في السفاره الامريكيه. انا ما انساش هنا. انا عايش في فلوريدا طول عمري، رحت نيويورك مره فلقيت واحد واقف على عربيه اكل. فبكلمه راجل كبير في السن وطيب ولذيذ، بنشتري منه العربيات بتاعت الاكل بتاعت المصريين المشهوره اللي في نيويورك دي. فبدردش معاه انت جيت هنا ازاي وامتى وكلام من ده. فقال لي انه كان شغال عامل في السفاره الامريكيه، ولما جه طلع معاش ادوا له مكافاه ان هو وزوجته واولاده ياخدوا فيزا لامريكا يروحوا يزوروها يتفسحوا فيها. فهو لما جه امريكا ولاده عجبتهم القعده فقعد ما رجعش بلده تاني. فاهو اوبشن كويس. فلو انت عاوز تجرب تقدم في شغل في السفاره الامريكيه، قدم، فرصه قدامك مش هتخسر اي حاجه. دلوقتي بقى هبدا اتكلم عن فيديو النهارده. اعصار هيلين اللي انتوا شفتوه في التلفزيونات، في نشرات الاخبار، قريتوا عنه في الجرايد، شفتوه على السوشيال ميديا كلها. وانا على التيك توك عملت فيديو انا مصوره بالكاميرا بتاعتي. اعصار هيلين، انا بقالي في فلوريدا سنين طويله عايش هنا. جه عليا كذا اعصار قبل كده. اعصار هيلين مش هو الاخطر، بس هو الاقرب للخطر لمنطقه سكني. يعني انا اول مره احس بالقلق من الاعصارات كانت المره دي، رغم مثلا من 5 سنين كان في اعصار تاني. النور اتقطع عندي في البيت يوم واحد. ومعنى النور اتقطع في فلوريدا يا جماعه ان مفيش تكييف، وطبعا دي مشكله رهيبه. بس احنا بنعمل حاجه قبل الاعصار ما يجي بيومين، بنشغل التكييف على اقل درجه وبنلبس هدوم شتوي جوه البيت، بحيث اول ما الاعصار يجي والكهرباء تقطع ومفيش تكييف البيت يفضل ساقع لمده يوم او يومين او 3 على ما تيجي الكهرباء. فانا يوميها عملنا كده، الكهرباء اتقطعت بالليل وجت تاني يوم بالليل. وطبعا معانا مفيش كهرباء كمان، مفيش بوتاجاز، البوتاجاز بالكهرباء هنا، مفيش مايكروويف، مفيش اكل في التلاجة هيبقى سليم. لو عندك اي اكل مخزنه كل دوت هترميه في الزباله لو الكهرباء طولت وما جاتش بسرعه. الكهرباء لما بتتقطع انت بيبقى في اجهزه كتير بتبوظ. في ناس بيبوظ عندها التكييف، ليكوا تعرفوا التكييف بيكلف جامد جدا جدا جدا. ده هنا بيبقى هم لما يقولك التكييف باظ وانت عاوز لازم تغيره. ده تصليحه بس بيكلف كتير. عشان كده في الفيديوهات بتاعت الشغلانات نصحتكم لو انت جاي هنا هجرة وناوي اتعلم تبقى فني تكييف في بلدك، ولما تيجي هنا تبقى جاهز للشغلانة. بس تدرسها في الكوميونيتي كوليدج. بعد ما تروح تدرس في الكوميونتي كولج الاول كورس لغه تطور اللغه بتاعتك، تدرس تبقى معاك رخصه تشتغل في الشركات بتاعه الاي سي. فالاي سي هنا لما بيبوظ في الاعصار زي كده بسبب الكهرباء بتروح وتيجي او برق يضرب التكييف بتاعك. التكييف عندنا في واحده بره وفي واحده جوه البيت، فتتضرب بالبرق فباظ التكييف. في ناس باظ عندهم السخان الكهرباء جوه البيت، في ناس باظت عندهم الثلاجات. فطبعا الاعصار اللي فات دوت اللي كان من 5 سنين ده انا ضرني جوه بيتي. وكمان شفت شجر وقع قريب من بيتي.
بس عموما كان تأثيره العام ما كانش خطير قوي زي إعصار هيلين. هيلين بقى نشكر ربنا ما أصابنيش جوه بيتي، الكهرباء ما اتقطعتش خالص، التكييف فضل شغال، مفيش أجهزة باظت نشكر ربنا عندي، البيت بتاعي ما غرقش، مفيش شجر قريب من بيتي وقع. بس تأثيره يا جماعة في الناس المرة دي شديد جدا 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 جدا. وفي مناطق مش بعيدة عن بيتي، 10 دقايق سواقة، في مناطق هتشوفوا صور دلوقتي قدامكم. أول صورة هتبان قدامكم دي صور حقيقية، اللي هي الصورة الأولى والتانية والتالتة، دي صور حقيقية متاخدة من واحدة من السكان يا عيني، وبتقول الحقوا حصل لنا إيه. دي من بيتي بالعربية أقل من 10 مينتس سواقة، 10 دقايق سواقة بس يا جماعة. فبيوت كتيرة غرقت، وبيوت كتيرة المية دخلت جواها. في جزيرة أنا بحبها اسمها أنا ماريا بيتش، أنا كنت فيها وعامل فيديوهات فيها، وحتى في فيديوهات أنا مستخدم أنا ماريا بيتش كصورة وأنا عامل فويس أوفر بشرح حاجات. فطبعا جزيرة حلوة قوي بنحب نزورها، مشهورة جدا. أنا رحتها لف فيها بالعربية، الجزيرة دي اتدمرت. طبعا لما تسمع ان الجزيرة دي كلها غرقت، الناس اللي عندهم مراكب يا جماعة طلعت من قلب الشواطئ وقلب البحر ومشيت في الجزيرة وهبدت في البيوت، المية وصلت فوق العربيات. في واحدة ولادها الاتنين مرضوش يسيبوا بيوتهم ساكنين هم هناك، المية وصلت لغاية رقبتهم، فيادوب عاموا وطلعوا عوم. طبعا هنا الحكومة بتقول يا جماعة قبل الإعصار في مناطق قريبة من البحر كلها تعمل ايفاكويشن، تعمل إخلاء. طب انتوا لو بصيتوا للإخلاء ده عدد ملايين من البيوت، وبيقولوا روحوا شيلترز. الشيلترز هي بتبقى المدارس بتاخد أجازات ويحولوا المدارس لمأوى للناس وقت الإعصار، عشان لو بيتهم غرقت يبقى هما في الأمان. وكمان المدارس بيبقى فيها كهرباء، الا لو الكهرباء قطعت فبيبقى في عندهم جنريتور يحاولوا يشغلوه، وبيبقى ممكن يقدموا وجبات هناك للناس لو هيقعدوا فترة طويلة. بس لو كل الناس سابت بيوتها وراحت الشيلترز دي، طب ما ممكن الشيلتر ده نفسه يبقى هو في مكان خطر. ان اللي بيحصل ايه في الاعصار ده يا جماعة، رياح شديدة جاية من فوق المحيط ماشية بقالها فترة طويلة بتعبي مية المحيط. فاللي بينزل مع الإعصار دي مش مية شتاء، هي مش بس بتشتي من السماء مية عذبة أو مية مش مالحة، لا دي سحب محملة أو هواء محمل بمية مالحة بتاعت المحيط. فدي فجأة أو هي ماشية بقى في المحيط ده كله، وأول ما توصل الأرض اليابسة تقوم خابطة فيها تفضي فيها كل المية اللي جواها. فده هواء محدش بيحركه، دي ربنا بقى اللي بيحركه. فطبعا انت ممكن تروح مكان فاكره امان ده اللي يغرق، وسبت بيتك وبيتك ما حصلش فيه حاجه او العكس. فطبعا في ناس ما بتسيبش بيوتها وتفضل قاعده في بيوتها وبيطلبوا ستر ربنا. لكن لو جه عندهم الاعصار طبعا الكهرباء بتقطع، البيت بيغرق، ممكن ميه تبقى توصل لنص رجلهم لوسطهم لغايه ممكن رقبتهم، زي ما الناس دول طلعوا من البيت والميه وصل رقبتهم. في بيوت اتلاشت، اتدمرت، اتكسرت، الهواء شديد جدا 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 جدا. هتشوفوا دلوقتي صورة لكوبري، الكوبري ده في منطقة اسمها سيفتي هاربر، وده سيفتي هاربر بير، او ده كوبري. انا شخصيا ده من الاماكن المفضلة جنب بيتي، ده من بيتي بالكتير ربع ساعة تلت ساعة بالعربية، وبصطاد هناك وعلمت بنات الصيد هناك وبتمشى دايما هناك. وفي المنطقة دي في مطاعم وفي ستاربكس عاوز تشرب قهوة، في المحل المفضل بتاعي بتاع الايس كريم، فدايما نجيب ايس كريم ونتمشى لهناك. بنروح هناك الصبح والظهر وبالليل، يعني ليه ذكريات معانا. انا بروح بالكايك بتاعي بنزل امشي جنب البير او جنب الكوبري وبمشي كمان من تحتيه ساعات. بنشوف المانتي اللي مش عارفه يدور عليه على جوجل، اللي هو الحيوان كبير قوي. بنشوف هناك دولفينز، بتشوف هناك شاركس. فطبعا كل ذكريات شفناها وقضيناها. ففجأة
انا رحت بعد الاعصار ب3 ايام. الاعصار كان جه الخميس، انا هناك رحت يوم الاحد. طبعا رحت يوم الاحد كانت الميه كلها انحصرت، رجعت للبحر نفسه خلاص. لكن فوجئت بمنظر عجيب. البير ده يا جماعه مكسور متدشدش ملوش وجود. كل الخشب بتاعه شالوا الهواء ورماه بعيد. طبعا تخيلوا لو كان في عربيات راكنه او ناس واقفين وحاجه زي كده اتكسرت بيهم، او واحد واقف بعيد والخشب ده طار قام جه رزع فيه او رزع في عربيته. كمان قدام البير الشارع ده بقى بره بيبقى غرقان بمستوى البحر، وكل المراكب اللي بتبقى راكنه يمينه او شماله بتبقى طالعه لبره وتلاقيها في نص الشارع. طبعا حاجه صعبه جدا جدا. عواميد نور صلبه او مصنوعه من الحديد وتتكسر وتتقطم وتلاقيها واقعه. فطبعا اعصار كان شديد جدا جدا جدا، اثر تأثير شديد. وناس كتير نعرفهم الميه دخلت بيوتهم، ناس من جيراننا ومن حبايبنا ومن معارفنا. الناس قعدوا من غير كهرباء لمدة 3 و4 أيام، ولغاية ما اطمنا عليهم قالوا هتيجوا بالليل، ويا عالم جت ولا لسه. لغاية اللحظة دي بتوع الكهرباء شغالين على قدم وساق، بيحاولوا يرجعوا الكهرباء في كل البيوت على قد ما يقدروا، لكن ما بيقدروش مرة واحدة. إن برضو في مشكلة هنا، الشجر لما بيقع شجر طويل قوي، هنا ممنوع حد يقطع الشجر في فلوريدا. وفي كل امريكا الا باذنه ده. الوحده المحليه هي المسؤوله عن كده. فطبعا الشجر ده لما بيقع ويقع على سلوك الكهرباء، وسلوك الكهرباء دي تتقطع، يبقى ده اتفصل. ولما تقطع الكهرباء معاها النت وتعيش مفصول عن النت جوه بيتك وعن الكهرباء، وقلنا التكييف مهم في فلوريدا والدنيا غرقانه. طيب اجي بقى سؤال مهم قوي. ناس كتيره تقول لك طب ما انتوا الحكومه بتبني لكم البيوت. انتوا فاهمين غلط يا جماعه. هنا كل واحد صاحب بيت بيشتري تامين لبيته، واللي مش شاري تامين ذنبه على جنبه. هو شاري تامين لبيته علشان لما بيحصل اعصار زي دوت في حاجات. انا هوريكم دلوقتي صوره لواحده من الجيران بتسال جيرانها في المنطقه اللي انا واحد منهم: يا جماعه انا بيتي غرق، المفروض اعمل ايه دلوقتي غير ان اتصل بشركه الانشورنس؟ فطبعا انا عن نفسي قريت التعليقات كلها واتعلمت كتير. قالوا لها اوعي تفضي البيت من ميه لوحدك، او تجيبي قرايبك واصحابك. لازم تجيبي شركات معتمده عشان يدوكي فاتوره وياخدوا فيديوهات، وانت خدي فيديوهات قبل ما يعملوا اي حاجه، وخدي فيديوهات وهم شغالين، خدي صور ثابته عشان دي تقدميها لشركه الانشورنس تشوف الميه كانت واصله لفين. وجيب الشركات دي، مش اي حد، ما تفضاش بنفسك. جبت الشركه دي فضيتي بنفسك، ابدأي هوي البيت واستني لما ترجع الكهرباء، واشتري مراوح وتفضلي مشغله المراوح دي في البيت في كل المناطق عشان يبدأ البيت يجف. لو في اي فرش مبلول ده لازم كله يطلع بره يترمي. وواحده صعبت عليا امبارح قوي، زعلت على اللي هي بتشتكي منه، ان وهي بترمي حاجاتها بره البيت بعد ما شايلت منه الميه، هي جواها زعلانه. بتقول الناس ماشيين يقفوا قدام بيته يصوروني وانا برمي الحاجات بره. يا جماعه راعوا مشاعرنا، راعوا الظروف اللي احنا فيها، راعوا الخساره بتاعتنا، راعوا الضغط اللي احنا فيه. ليكوا تعرفوا بقى ان الناس دول طلعوا من البيوت دي ومفيش اي حاجه ينفع يستخدموها. الحيطان دي بتاعت بيتنا يا جماعه دي خشب، سامعين؟ دي خشب. يعني ايه خشب؟ يعني اول ما الميه تعلى خلاص كل الخشب ده شرب الميه، يعني كل الخشب ده لازم ينزل. ايه اللي في ظهر الخشب؟ الحيطه اللي مبنيه بتاعت البيت. فلازم تيجي شركات معاها ترخيص عن طريق شركات التأمين بتاعتك، هي بقى اللي تبني لك الشقة، ترمي كل اللي باظ من المية وتبني لك غيره. وانت كمان دافع تأمين لممتلكاتك جوه البيت. انا عندي عفش مقدر ب60,000 دولار او ب100,000 دولار، انا مأمن عليهم. فشركة التأمين تيجي تقول لي انت حق عفشك 60,000 دولار، خد اهو جيب عفشك 60,000 دولار، جيب عفش غيره. لو انت مأمن على الأجهزة الكهربائية اللي عندك، التكييف أو كل حاجة مأمن عليها، الحكومة بتضمن لك إن شركة التأمين هي اللي هتقوم لك بسداد الحاجات ديت. لكن طبعا خسارة وقت. حتى يا جماعة في حاجة مهمة تعرفوها برضو: في الوقت اللي بيتك غرقان فيه أو بيتك اتدمر فيه، أنت هتقعد في فندق بره أو هتأجر بيت تاني بديل
برضو بتدفعه لك شركة التأمين. بس ما تنساش ان التأمين ده انت اللي دافع ثمنه من جيبك كل سنة. وممكن تقعد يا جماعة 10 20 30 سنة ما يحصلكش حاجة، لكن عندك التأمين بتدفع الاشتراك. طب ايه مثل التأمين هنا وانت بتدفعه ما بيحصلكش حاجة؟ ان عشان وقت ما يحصل لك فتلاقي حد يقف جنبك. الفكرة التأمين قايمة على ان كلنا بندفع اشتراكات عشان لما تحصل مشاكل عند مجموعة مننا الشركة دي تعرف تروح تساعدهم. لكن طبعا مشكلة كبيرة لو حصلت أزمة عند كل المشتركين هيغطوا منين؟ عشان كده في شركات تأمين البيوت كتيرة مشيت من فلوريدا عشان الأعاصير بتبقى شديدة، ولما بيت يتدمر ويتبنى ده ممكن يكلف 300 500 ألف دولار عشان يتبنى من جديد. وكمان انت مأمن على عفشك يدوك فلوس عفشك، وأجهزتك يدوك فلوس أجهزتك، وكل ده انت قاعد في إقامة بره لمدة 6 أشهر سنة، والتأمين بيدفع لك الفلوس دي وانت مستني البيت يرجع زي ما كان. فطبعا في شركات انشورنس كتير ما بتقدرش تبقى عدد الاصابات اللي هي المفروض تساعد فيها اكتر من اللي هي بتلمه، فبتروح للحكومه تشتكي لها وتقول انا مش هكمل في الولايه وتنهي تعاقدها مع الولايه. طب الولايه تعمل ايه؟ تبدا تشجع شركات الانشورنس. اولا هي عامله شركه انشورنس حكوميه تبع حكومه الولايه، بس دي بتبيع غالي قوي وليها شروط صعبه. طيب انت لما شركات الانشورنس تقل فرصك في التسوق تقل برضه، فالشركات مش هينافسوا بعض عشان ياخدوك. انت هتلاقي السعر ثابت. انا بقول لك الحاجه دي ب 1000 دولار، فانت لو في غيري هقول لك 900، واحد تالت يقول لك 850، واحد رابع يعرض مزايا اكتر بنفس ال1000. لكن لما يكونش في بدايل فانت بتجوت ستاك بتتزنق في اللي معروض. فالانشورنس بقى غالي قوي في فلوريدا بتاع البيوت. وفلوريدا السنه دي بس بقى اعلى تامين بيوت في كل امريكا هو في فلوريدا، بسبب الاعاصير اللي بتتكرر وان شركات الانشورنس بقت قليله. طيب كمان الحكومه بتقول ساعات لشركات الانشورنس عشان ما تمشيش تفضل قاعده انها تغلي الريت بتاع التامين. انا لو كنت بدفع 5000 في السنه هدفع 7000 في السنه، لو بدفع 10 هدفع 14. فطبعا الاشتراكات زادت علينا كسكان وبنشتكي بس لما اتصل بشركه التامين انتوا ليه غليتوا عليا كده؟ يقول لك ده مش انا، ده الولايه. عشان انا بقى برضو فاهم هم غلوا لهم الريت علينا كسكان عشان نقدر نضيفهم، يقدروا هم يضيفونا عندنا ويفضلوا هم موجودين في سوق التأمينات العقارية في فلوريدا. كمان احب اقول لكم ان فلوريدا ما تبصلهاش بقى ان الاعاصير خطيره ومدمره وكده. لا، فلوريدا في الصوره قدامكم هيبان لكم دلوقتي فلوريدا موجوده فين. فلوريدا هي في الساحل الشرقي لامريكا، اقصى الجنوب، هي اخر ولايه في المحيط الاطلنطي لامريكا. وكمان في اخر نقطه ليها تحت في نقطه في ميامي. دي اخر نقطة لكل ارض امريكا مع المحيط، ودي هناك نقطة بيزورها الناس كمزار سياحي. فهي موجودة في اقصى جنوب امريكا من جهة الشرق. فوقينا باين قدامكم جورجيا، فوقيكوا باين قدامنا نورث كارولاينا. طيب خليني بقول لك حاجة تانية. طب انا ما اعيش في فلوريدا عشان اعاصير؟ لا يا سيدي، بص كده على جورجيا، اتأثروا بنفس اعصار هيلين. واعصار هيلين ده كمان دمر في مناطق كبيره في نورث كارولاينا. انا شفت هناك في نهر، النهر ده فاض، وكانت التريلات العربيات الكبيره التراكس الكبيره قوي كانت بتتجرف كانها كانك انت بني ادم واقف بتدوس على نمله. فالميه ماشيه في النهر جرفت كل اللي قدامها، بيوت بعربيات تراكس كبيره بكل حاجه. فتخيلوا الاعصار ده اثر في جورجيا واثر في نورث كارولاينا. خليني اقول لك المسافه قد ايه. لو انا سقت من هنا لجورجيا 10 ساعات سواقه، وسقت من هنا لنورث كارولاينا 13 14 ساعه سواقه. فيا جماعه انا مش بتكلم على حاجات قريبه، انا بتكلم على مسافات كبيره. فدي اعصار مش اثر بس هنا في فلوريدا، ده اثر في فلوريدا واثر في جورجيا واثر في نورث كارولاينا. الكهرباء اتقطعت في الثلاث ولايات، في الثلاث ولايات بيوت كتيره غرقت واتدمرت. يعني عايز تقول لنا ايه يا سامح؟
عايز اقول لك ان احنا مش هنسيب فلوريدا عشان فيها اعاصير. ان لو انا رحت جورجيا، ما جورجيا فيها اعاصير، نفس الاعصار اثر فيها، وبعد كده اثر في نورث كارولاينا، وبعد كده وقف خلاص. طيب ايه رايكم ان ساعات بيجي اعاصير جليديه ناحيه الشمال؟ كل الشمال ده في الشتاء بيتاثر باعاصير جليديه. يعني ده بقى انا بالنسبه لي، عشان انا ضد السنو، ما اقدرش اعيش فيه ابدا، وعمري ما عشت فيه. انا مصري اسكندراني متعود على البحر والجو حلو هناك، وعمري ما شفت سنو، او في السقعه الفري بتبقى فريزنج قوي كده حواليا. انا بقى ما اقدرش اروح في الشمال ويحصل عاصفه ثلجيه والاقي نفسي ممنوع اطلع من البيت علشان والشغل قافل والطرق واقفه، بس لازم اطلع من بيتي عشان عربيتي جه عليها السنو، لو ما شلتوش بسرعه هيتجمد ويتحول لايس، والعربيه ما ينفعش احركها بعد كده. فانزل في الجو دوت عشان بس اشيل السنو من عربيتي. انا ما اقدرش اعمل كده. يبقى ده في ولايات الشمال ده في اعاصير، بس مش اعاصير بميه، ده اعاصير بتلج. فتخيلوا الوضع بيبقى عامل ازاي. ولايه زي تكساس جنبي مره جت اعصار جليدي وضرب الولايه كلها، الكهرباء اتقطعت، الناس اللي عندهم جنريتورز شغلوها، والناس اللي ما عندهمش ما بقاش عندهم اي مصدر كهرباء، والدفايات واقفه عشان ما فيش كهرباء. دخلوا بعد ما الاعصار خلص لقوا في ناس ميته متجمده جوه بيوتها وهم قاعدين. ام قاعده بابنها حطها على ايديها، الاتنين ميتين متجمدين. حد قاعد في على الكاوتش في الصاله، واحد نايم في سريره ميت متجمد من السقعه. فمين قال انك ما تجيش فلوريدا عشان الاعاصير؟ ما انت بص في الولايات اللي حواليك. بص ايه البديل؟ هل انت ممكن تروح منطقه وتتحمل اعصار جليدي؟ فكر لو تقدر. اوكي. طيب هل في ولايه ما فيهاش اي حاجه خالص؟ لا. هنا امريكا متحوله بالمحيط من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال ومن تحت. فانت بتتكلم في منطقه هي ظروفها الجويه كده. فانا شخصيا عايش في فلوريدا ومش هسيب فلوريدا، وفلوريدا هي الوحيده المناسبه لجو اللي انا اقدر اعيش فيه. ولو جه اعصار، انا عدى عليا 5 6 اعاصير في الكام سنه اللي فاتوا الجمال دول، وبيعدوا على خير الحمد لله. دلوقتي لغايه دلوقتي احنا بسلام. لو جت في مره اتقطعت الكهرباء اهو يوم ويوم بيعدوا بسلام. بس انا لما ببص لها ليا انا ما يناسبنيش ابدا ان استحمل اني اقعد محبوس جوه بيتي عشان في سنو بره، وكمان لازم انزل من بيتي اشيل السنو من حوالين العربيه. في فيديوهات اتفرجوا عليها للعرب والمصريين اللي عايشين في الولايات الشماليه وهم ازاي بيشتكوا انهم لازم ينزلوا في السنو دوت علشان مش رايحين شغل، مش رايحين يشتروا حاجه، هم كل ده مخزنينه في البيت، بس لازم ينزلوا عشان يشيلوا سنو من اولا من حوالين العجل بتاع العربيه، من قدام العربيه، من على العربيه، علشان لما يجوا يدوروا عربيه ويحبوا يطلعوا بيها بعد ما الدنيا تهدى شويه تقدر العربيه تطلع. وبعدين لو انت طنشت، لو صحتك مش مساعداك، بتأجر حد يعمل لك كده. لو ما أجرتش انسى بقى العربيه لغايه ما الموسم كله بتاع السنو والايس اللي اتكون على العربيه يسيح لوحده. فدي فكره ونبذه عن اعصار هيرين اللي جه ضرب فلوريدا. وده تجربتي انا في فلوريدا، عشان حد طلب مني ما اتكلمنا عن اعصار فلوريدا واللي حصل فيه. اتمنى لكم دايما انتوا تعيشوا مستمتعين بحياتكم، واتمنى لكم دايما ان انتوا ما تنسونيش من اللايك والشير والسبسكرايب، فعل الجرس. اشتراكاتكم بتفرحني في القناه، بتحسسني بالنجاح وان اقدر استمر. وسيبوا اسئلتكم وتعليقاتكم تديني افكار لفيديوهات تانية جديده لاهتماماتكم. وربنا يحافظ عليكم وعلى كل بيوتكم وكل بلادنا وكل بلادكم اللي انتوا عايشين فيها، بعيد عن الاعاصير وبعيد عن اي ظروف جويه سيئه. وربنا ما يحكم على حد باي حاجه وحشه. والفيديو خلص، اشوفكم على خير فيديوهات تانية. ما تنساش دايما سافر مع سامح.